السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة يا رب. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الكحك الدايب. مقاديره سهلة جدا، مقاديره بسيطة وطريقته سهلة جدا ان شاء الله. غريبة شوية بس ان شاء الله لما تجربوه هتعجبكم جدا وما تستغربوهاش، هو كحك فظيع وهيعجبكم قوي. اول حاجة هقول لكم على المقادير. عندنا نص كيلو دقيق جميع الاغراض او دقيق كحك. عندنا ما يكونش دقيق معجنات علشان ما يعملش معانا عرق ويعضم. عندنا 265 جرام سمنة او سمنة على زبدة اللي انت عايزاه. عندنا 25 جرام سكر بودرة، يعني معلقة كبيرة. وعندنا ربع بيكنج باودر، ربع معلقة صغيرة. وعندنا نص معلقة صغيرة خميرة. هنشوف ان شاء الله هنبتدي هنعمل ايه. اول حاجة خالص هنحط الزبدة، واخد شوية طريقة البيتي فور والغريبة، متقلقيش. وتكون الزبدة ما تكونش سايحة، يعني تكون باردة من التلاجة. هنضرب الزبدة مع السكر اللي هو قلنا معلقة كبيرة. هنضربهم لغاية ما لونهم يبقى معانا أبيض وكريمي، يعني اللون الأصفر بتاع الزبدة ده يقلب أبيض وكريمي زي ما بنعمل في البيتي فور. هنا الخميرة أنا حطاها مع الحليب الدافي علشان هنضيفها إن شاء الله. هنضربها لغاية ما تبقى معانا كريمية كده وجميلة. انا اسفه نسيت اقول لكم مقدار الحليب. احنا معانا 100 ملي حليب، 100 ملي يعني نص كوبايه من اللي هي الكبيره دي. هنا الزبدة بتاعتنا بقى لونها ابيض كده، لونها فتح. هنضيف على طول الدقيق. انا ضايفة عليه البيكنج باودر، هنحطه هنا كده. هندمجهم مع بعض لغاية ما يعملوا كده زي الرمل كده. زمان كنا بنقول بنبسهم مع بعض، هي دي بالظبط هتعمل كده، هتعمل زي الكرامبل كده. اتأكد انهم اتبسوا مع بعض كويس. نقلب. هيبقوا بالشكل ده.
هنقلبهم بس ناخد الجناب علشان نتأكد ان كلهم اتدمجوا مع بعض. نعملهم مع بعض كده ثواني وبعدين نضيف الحليب. الخطوة بتاعت الحليب يا دوبك تلاقي العجينة لمت مع بعضها، وقفي المضرب او وقفي العجن علشان مادة الجلوتين اللي في الدقيق ما تخرجش وتعضم لك الكحك بتاعك ويكون ناشف. هنضيف كده الحليب شوية بشوية. بس كده الكحك بتاعنا ان شاء الله جاهز. بالشكل ده. هنشوف هنعمل فيه ايه مع بعض. هتاخدي العجينة كده بس تلميها لمة بسيطة بايدك. على فكرة عايزة انبه بس على حاجة، الدقيق اوقات بيختلف، يعني في دقيق ممكن هياخد منك سوائل اكتر وفي دقيق لا، فانتي هتزودي 100 ملي مية او حليب وبعد كده تشوفي هيحتاج منك شوية سائل تاني ولا لا، فتظبطي الموضوع ده لان مش كل الدقيق زي بعضه. هنا انا حاسة الملمس عايز شوية مية او حليب. ثواني. وانتي بتزودي يبقى حاجة بسيطة جدا علشان تقدري تظبطي الموضوع وما يبص منك. بالشكل ده. كده خلاص اتظبط معايا. هنجيب الصاج علشان نعمله مع بعض. الصاج بتاعنا هتاخدي واحدة كده صغيرة بواحدة صغيرة بالشكل ده. تلميها على بعضها. بالمنقاش طبعا هتعمليها بالشكل اللي انتي عايزاه بالشكل ده. ثواني. ما بياخدش وقت، جميل جدا وبيتعمل بسرعة جدا وما بياخدش وقت على فكرة. عشان افتكر العجينة بعد ما بنعملها هتقعد ترتاح 10 دقايق علشان ما تعملكيش الشقوق دي، بس انا عايزة اوريكم بس النقش على طول واوريكم هنعمل ازاي، وبعدين هسيبها ترتاح شوية واسويها واوريكم النتيجة النهائية ان شاء الله. العجينة ممتازة وهتطلع معاكي ان شاء الله زي الفل. ما تعمليهاش رقيقة قوي عشان ما تنشفش منك. نعمل واحدة كمان بسرعة. ممكن تسيبيها العجينة ترتاح وتشكليها
وممكن تشكليها وتسيبيها ترتاح بعد التشكيل، لكن افضل ان هي ترتاح وهي عجينة احسن علشان تديكي شوفوا بعد ما قعدت شوية تاني بعد دي بقت احلى، مبقاش فيها تشققات زي التانية. وبالمنقاش او ممكن قالب المعمول يا رب تكون الصورة واضحة بالشكل ده كده. هنا رجعنا لكم الكعك بتاعنا الجميل، بجد دايب في منتهى الجمال، ما بيحتاجش وقت للتخمير، ما بتضطريش تنتظري كتير، انتي بتخلصيه وبالظبط 3 دقايق ولا حاجة بتسيبيه بس يرتاح، وانتي واقفة جنبه بتشكليه وتنقشيه وتحطيه على الصاج وبعدين تدخليه الفرن على طول. يعني مش هتتخيلي قد ايه دايب وهش. بصي من اي حاجة بيدوب فظيع يجنن. ان شاء الله ان شاء الله انتوا عارفين ان ما بقولكوش على حاجة وبتطلع مش حلوة، جربيه وانا عارفة رأيكم كويس. بعد لما يبرد ان شاء الله هنرشه بالسكر عشان نوريكم. ما شاء الله بالشكل ده. ان شاء الله هيعجبك جدا. ان شاء الله انتي هتضربي الزبده كويس مع السكر في الميكسر بتاعك او في بالمضرب اللي هو الكهرباء، وبعد ما يتضرب كويس هتكوني حاطه الخميره اللي هي الحبيبات على الحليب الدافي، وهتكوني حاطه على الدقيق البيكنج باودر والسكر البودره، سوري البيكنج باودر. السكر البودرة هيتضرب مع الزبدة كويس جدا لغاية ما يبقى قوامها هش وكريمي. تستعجليش عليها، خليها قوامها لونها فاتح وهش وكريمي. وبعد كده تحطي عليها الدقيق اللي محطوط عليه البيكنج باودر، وبعد كده هنضيف عليها اللبن اللي مضاف ليه الخميرة، وعلى طول هتبتدي ان شاء الله يعني تسيبيها دقيقتين 3 4 5 بالكتير، وتبتدي تشكلي وتنقشي على الصاج بتاعك. تدخلي الفرن درجة حرارة متوسطة على الرف الاوسط في الفرن، تتابعيها. لو لقيتيها خدت اللون بتاعها من تحت هتشغلي عليها الشواية. انا شخصيا بحبها اللون الذهبي ده، ما بحبش لونها ابيض. اللي يعجبك، لو انت بتحبيها لونها ابيض خليها كده، لو انت بتحبيها اللون ده اوكي. انا عامه اللون ده بيبقى طعمه خرافي مع السكر البودر. ان شاء الله خليها الدرجه دي هتعجبك جدا. وان شاء الله باذن الله انا ضميري والله ما بيسمحليش اقول لكم على حاجه نتيجتها مش حلوه، نتيجتها خرافيه، افضل من 100 محل غالي بتشتري منه كحك. وان شاء الله جربي في نص كيلو وهتقولي سمر من بيتك جنتك قالت لي، وفعلا طلعت صادقه. وان شاء الله ينعاد عليكم بخير، وكل سنه يا رب وكلكم طيبين، وكل الدول الاسلاميه بخير وبصحه بسلامه ان شاء الله. صلوا على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشوفكم في فيديو قريبه ان شاء الله. مع السلامه.